بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السادة الحضور الكرام، تحية طيبة وبعد. شرف جميعا حضورنا اليوم في حفل تكريم الشيخ أبو بكر فرجاني، تكريمه بمناسبة بلوغ فضيلته إلى سن المعاش. الشيخ أبو بكر فرجاني تتلمذ على يديه أجيال تعمل الآن في مناصب قيادية، وأتشرف أنا شخصياً بأني كنت تلميذاً له في يوم من الأيام. الشيخ أبو بكر فرجاني كان دائماً يعمل أجيال قادرة على تحمل المسؤولية، قادرة على قيادة مصرنا الحبيبة إلى المستقبل الزاهر والأمان. الشيخ أبو بكر فرجاني كان دائماً أباً وأخاً قبل أن يكون معلماً. شكرا للشيخ أبو بكر فرجاني. والآن مع فضيلة الشيخ محمود ماهر. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، الدائم على عباده فليس بينه وبين عباده حال، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زاد، حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحبال، فمن أطاع ربه فذلك الكيس العاقل، ومن عصاه واتبع هواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى فالحمد إلى جنابه واصل، ونشهد أن لا إله إلا الله المنزه عن الشريك والشبيه والمشاكل، من للعباد غيره ومن يدبر الأمر ويعدل المائل، من يرزق العصاة ولولا حلمه لأكلوا من المزاد، من يكلأ الناس وهم نيام وهل لحمايته بدائل، من أطعمنا من سقانا، من هيأ لنا المخارج والمداخل، من كفانا من هدانا، من أحل لنا الأبناء والحلائل، من ينصر المظلوم ولولا عدله لاستوى القتيل والقاتل، من يظهر الحق ولولا لطفه لحكم القضاة بالباطل، من يظهر الحق ولولا لطفه لحكم القضاة بالباطل. ونشهد أن محمداً عبد الله ولرسالة الحق حامل، النبي العربي القرشي الهاشمي الذي لم تنجب مثله القبائل. سل الدنيا في قريتنا العظيمة قرية فقط لم يكونوا غضهم وبغضهم للبيت، ولكن كيف لا تكون لنا القيادة؟ فإننا نحب القيادة، مع أني دون أن أقسم بالله لو أعطينا للغابنين قيادة ما فرحت، لأن القيادة لا بد لها أن يكون قلبا محب هو الدافع الذي يدفع. ولكن لا أطيل، فإني سعدت اليوم بهذا الجمع الغفير لأرفعها راية بيدي، راية عالية، أرفعها راية عالية بأقل شيء، ولكن هو بأعظم شيء، كتاب الله. كتاب الله الذي ما خلق البيت والمسجد إلا من أجل هذا الكتاب وذكر هذا الكتاب، فلا بد أن أضع هذا الكتاب على رأسي قبل أن أعطيه تحية. أعضاء لجنة المسجد الموقرين، الحاج محمد الفيومي يقولي في تشييد مسجد الرحمة الإسلامي،
تحية وربنا يوفقك ويعينك على هذه المهمة. الشيخ عبد الله محمود خضر، الحاج محمد عبد القادي خضر، الأستاذ علي عبد الفتاح، حاسب عليه حاسب عليه. الأستاذ علي عبد الفتاح علوان، عامل ايه يا حبيبي؟ الحاج محمود العمدة نائبا، الأستاذ سعد عبد الفتاح، الحاج حسين عبد الوهاب صيام، الحاج زكريا أحمد الجميل، الأستاذ سعيد عبد النبي حافظ، الشيخ محمود أحمد سالم صندر، الحاج عاطف شكري، الأستاذ أحمد عطية دوام، الدكتور عمرو حسن، الأستاذ فايز عبد الحميد حلوة، ماشي، الأستاذ شريف عبد المؤمن دوام، الأستاذ أحمد عطية دوام، وتحية خاصة للأستاذ محمد حسن العسال لجهوده المبذولة في خدمة المعهد والعملية التعليمية الأزهرية، فهو رائد مجلس الآباء في المعهدين إن شاء الله. موفق يا سيدي، موفق. جمعنا الحب، جمعنا الحب، والمشكور الشيخ أحمد سعيد مشكورا، وهو دايما راعي كتاب الله، وهو حفيد لجنة المصحف ولجنة التصحيح من مرصفة، هو اللي دايما بيشجعنا على ان احنا نتحي الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. بس يعني حقيقة برضو النسبة يعني مش كتيرة في المصاحف يعني. برضو المشايخ بيختاروا بعض الناس اللي هم هيوزعوا عليهم المصاحف. ماشي، موافقين. وهبتوه قولوا وهبنا كتاب الله لبيت الله مساهمين في مسجد الرحمة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكمل هذا الصرح وهذا البنيان العظيم. وتحية خاصة وشكر الله لكم سعيكم ومسعاكم. والآن مع الشيخ
ما هو الشيخ جمال بقى دلوقتي، الشيخ جمال الشيخ جمال الشيخ جمال. تحية خاصة للحاج رضا والحاج عربي، شرفونا من قرية صندنهور، وبيننا وبينهم حب عميق، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم على خير. والحاج محمود وكلمة الشيخ جمال إن شاء الله. من لم يشكر الله لم يشكر الناس، ولم يشكر الناس لم يشكر الله تبارك وتعالى. من لم يشكر الناس لم يشكر الله تبارك وتعالى. وفي الختام نتوجه إليكم جميعا بخالص الشكر والامتنان لحضوركم اليوم وتشريفكم لنا. عامر يا شيخ عامر، يا شيخ عامر، يا شيخ عامر، الشيخ محمد، يا شيخ محمد، يا شيخ محمد عبد السلام.